انت القجع راهو حاكم في كل شيء. جابوا لنا حكم ميسيون باش يخسرونا مع نيجيريا بالسيف. استنى دقيقة واحدة، رايح فين؟ رايح فين؟ الفضيحة دي اللي عملها الجمهور الجزائري لازم النهاردة توصل من كل شعب المغرب لكل العالم وتفضحوهم، افضحوهم امام العالم النهاردة علشان يشوفوا هذا الجمهور اللي ملوش اي علاقة بالروح الرياضية ولا بالاخلاق ولا باي شيء في العالم. ايه ده؟ المسخرة دي، الفضيحة دي، القذارة دي اللي احنا بنتفرج عليها. وصلوا من طنجة للكويرة ومن فاس لمكناس لمراكش لأسفي الأكادير للرباط للدار البيضاء للقنيطرة للمحمدية للحسيمية للعيون للجديدة لوجدة لبركان وبني ملال وبرشيد وبن سليمان وسيدي سليمان وسيدي أفني وسيدي قاسم وسيدي بنور والتازة والطمارة والتطوان والكل شبر من أرض المغرب والسلا والزكورة والواحة الذهب والكل حتة والكل بيت والكل مغربي وكل مغربية واجب وطني. زي ما بتفخر وبتقول مغربي وافتخر وبتفخر بوطنيتك وبتفخر برايتك المغربية وبالمملكة المغربية الشريفة. أمانة عليك النهاردة لازم الفيديو ده يوصل لأعلى تفاعل في السماء علشان يوصل وتفضحوهم، تفضحوهم بالمشاهد اللي هفرجك عليها بالصوت وبالصورة، بالصوت وبالصورة وعلى السبورة. ومش كمان فضايح زي كده شككت في التحكيم، قلت عليه مرتشي، عملت كل الكلام ده، كمان بتكسر الملعب، كمان بتكسر ملعب مراكش، كمان بتقف على الكراسي برجلك، كمان بتعمل مزبلة. مش كفاية البول والتبول، كمان المزبلة والقاذورات والقمامة قد كده. وهتتفرجوا في الفيديوهات، كل فيديو هتتفرج عليه لآخر الفيديو ده لازم يوصل للأستاذ فوزي لقجع لمعاقبة كل المتهمين والمتسببين في الفضيحة اللي النهاردة حصلت وفي المهزلة اللي النهاردة حصلت. كل المنتخبات لعبت، كل منتخب الكونغو خرج، منتخب بنين خرج، كل المنتخبات لعبت وخرجت بمنتهى الروح الرياضيه. ما فيش غيركم، ما فيش غيركم في العالم، ما فيش غيركم انتوا اللي لما تعملوا كده تكسروا الدنيا وتبوظوا الدنيا. تنزلوا في الملعب ليه؟ تهينوا الناس ليه؟ تتخانقوا مع الامن ليه؟ تتخانقوا مع نيجيريا ليه؟ ومع مدرب نيجيريا ليه؟ ومع فريق نيجيريا. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ وانتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده ايه ده؟ ايه علاقته بالرياضه وبالروح الرياضيه؟ واللي طالع يعيط واللي طالع يقول لك فوزي لقجع نحى الجزائر هو انتوا لعبتوا بشلن؟ انتوا لعبتوا بقرش ساق كوره؟ احنا شفنا منكم حاجه؟ حد شاف منهم حاجه يا جدعان؟ حد شاف اي لعب؟ انا مش عارف، انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي ولا في دماغها ايه. انا مش هطول عليكم، جايب لكم الفيديوهات مش علشان نتفرج عليها يا جماعه، ارجوكم علشان نوصلها. انا بفتح التلفزيونات والقناه المغربيه مش لاقي الاحداث دي. انا اللي بيتفرج عليا ممكن يكون لاول مره بيتفرج على الكلام ده والمهزل دي والمسخره دي وما يعرفش ان ده حصل. لازم الناس دي تتحاسب. معاقبه الجمهور الجزائري، وصل، اعمل الهاشتاج، فعل الدنيا كلها، اكتب في كومنت معاقبة الجمهور الجزائري الذي لا يمت للروح الرياضية بأي صلة، والذي لا يمت للرياضة بأي صلة، واللي ما احترمش كرم الضيافة، واللي ما احترمش بيوت الناس اللي اتفتحت له، واللي ما احترمش الملعب الجديد اللي لسه بشوكه. ما احنا قلنا الكلام ده لازم يبقى له حساب، لازم يبقى له حساب. احنا جاي ننام، رايحين ننام، رايحين اليوم خلص، منتخب مصر كسب وفرحنا، وبنشكر الجمهور المغربي اللي وقف معانا بغض النظر عن اي حد، كل حد ليه رأي وكل حد حر بمنتهى الروح الرياضية. كسبنا في الملعب، مفيش اي شيء، مفيش اي حاجة. ولو كنا خسرنا مفيش اي حاجة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الدنيا عندكم ايه؟ ليه كده؟ ليه هذا التعصب؟ ليه البلطجة دي؟ ليه الفتوانة دي؟ ليه مفيش سلام ومحبة؟ وليه مفيش تحضر؟ ليه؟ انا بتساءل. تفتح تلاقيهم بيشتموا، تفتح تلاقيهم بيقولوا معرفش ايه وهنكسر وهنعمل وهنزول بتاع ومعرفش ايه وظلمنا. ومين ظلمكم؟ انا نفسي اعرف مين ظلمكم وايه الحالات التحكيمية اللي بتتكلموا عليها. ما تجيب لنا حاجة كده، ما اتفرجنا على حالة تحكيمية تقصدها. انا مش لاقي حاجة، انا مستغرب،
انا مش عارف، الواحد مش عارف يقول ايه ولا يعمل ايه. 100 مره قلنا لكم هقول ايه؟ هقول تعالوا بينا يا جماعه نتفرج على الفيديوهات. عن هذا التحايل التحكيمي نتحدث ايضا ونقولها بصريح العباره: لم نكن ننتظر الكثير من هذه الكان 2025 وننتظر كأس إفريقيا أخرى أين تكون الظروف منطقية، أو يكون الحديث كرة القدم. وأيضا عندما تستعيد كرة القدم الإفريقية مصيرها بيدها، وأن تتخلص الكاف من التبعية للأشخاص. الاربيتر حسبي الله ونعم الوكيل فيك. باين راهم شاريينك بالدراهم، باين يا البيوع يا الخامز يا اللي متحشمش على روحك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انتوما خوتي صحة والراحة الماتش. علاش هضرنا؟ علاش هضرنا؟ علاش هضرنا الزريعة والتيران كاع عمرو بالقراعي وناضت الحرب اليوم. شوف بقينا هنايا حتى الصباح وقلنا لهم وبنادم يقدر ياكل اللي بغا بموات تنجمعوهم بحال هكا، فهمتي؟ الزريعة.
الطائرة تحت التسخين، ذكرناها في الحلقات الماضية، وفعلا انتقلت من الرباط لمراكش، والآن خلاص انتهى التسخين، غادرت الآن إلى إن شاء الله ما تكون إلى جهة مجهولة. لا رايحة خلاص، ينعرف وين معروف وين رايحة.